انا كنت مع صاحبتي في الدرس، وطبعا الدرس لسه ميعاده ساعة. فهنا صاحبتي قالت لي تعالي معايا البيت نستنى ميعاد الدرس بدل ما نقعد في الشارع. وانا وافقت لها، قلت لها ماشي، ورحت معاها البيت. وما كنتش اعرف ايه نيتها وايه اللي هيحصل لي هناك. وللاسف انا حصل لي حاجة صعبة جدا، لدرجة لدرجة انا نطيت من الشباك. تعالوا احكي لكم ايه القصة وايه الحكاية. صل على الحبيب قلبك يطيب. النهاردة من أصعب القصص اللي أحكيها، لأن للأسف ممكن أي بنت تتحط في الموقف اللي أنا هحكيه النهاردة. صاحبة الحكاية في حالة خطرة جدا، ربنا يا رب يتولاها برحمته. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل بني آدم ما عندوش ضمير. تعالوا نحكي الحكاية ونحكي القصة، وركزوا أوي في القصة النهاردة. بصوا يا بنات، شيروا الفيديو على قد ما تقدروا، لعل وعسى تكون انت سبب في انقاذ بنت، لان ممكن للاسف تحصل لاي بنت. ولو اول مره تسمعيني او تشوفي قناتي ما تنسنيش باللايك والاشتراك. يلا بينا ندخل على القصه ونشوف ايه الحكايه. انا اسمي ياسمين، عندي 17 سنه، في تانية ثانوي، عايشه مع اختي وماما. وبابا مسافر دوله عربيه، وماما بتشتغل. وماما صاحبة لينا جدا، يعني اي حاجة بنروح نقول لها. بس طبعا في حاجات كنتش برضه اقول لها لانها بتتعصب وبتزعل جدا. وخصوصا لما كنت اقول لها اروح اذاكر عند حد من صحابي، كانت تقول لي لا، ما ينفعش البنت تطلع تذاكر في بيت حد غريب. كنت دايما بتخانق انا وهي بسبب الموضوع ده، لان ليا صديقة كنت بحبها جدا وشاطرة جدا معايا في المدرسة، كانت تقول لي لا. وطبعا لما رحت السنة وتعرفت على بنات كتير، وبدأت أخبي على ماما حاجات كتير قوي، علشان ما تقعدش تقولي لأ لأ لأ. أنا تعبت أوي وزهقت من كلمة لأ. ما كنتش أعرف إن ماما خايفة عليا. إحنا عايشين في بلد ما فيهاش مدرسين. المدرسين كنت ماما بتجيب له توك توك عشان أروح أخد دروسي وأرجع. وطبعا باخد دروسي كلها مرة واحدة، علشان برضو المصاريف ما تبقاش كتير على ماما. وفي يوم رحت الدرس. وطبعا رحت الدرس وطلعت بدري، كان ميعاد الدرس التاني ساعة لسه. كان معايا صديقتي، فقلت ايه رأيك تيجي تقعدي معايا في البيت الساعة دي على بال ما ميعاد الدرس يجي، ما ينفعش نقعد برا. كنت خايفة اروح ماما تعرف تزعل، بس هي هتمشي وتسيبني واقعد لوحدي. فانا قلت لها خلاص ماشي، هاجي اقعد معاك الساعة دي. وبالفعل رحت معاها. واول مرة في حياتي اخالف ماما وما اسمعش كلامها. كنت بخبي عليها حاجات، بس كانت حاجات بسيطة. بس حاجة زي دي لا. ورحت معاها، فضلنا ماشيين كتير قوي، اكتر من نص ساعة. طبعا انا معرفش بيتها فين، ولا كنت اول مرة اروح معاها. فانا بقول لها هو لسه كتير على البيت؟ قالت لي لا، ده كلها حاجة بسيطة. قلت لها حاجة بسيطة؟ ده احنا بقينا نص ساعة ماشيين. قالت عودينا وبنضيع وقت. قلت لها طب خلاص تعالي نرجع بقى تاني عشان ميعاد الدرس. قالت لسه بدري، احنا خلاص وصلنا. وبالفعل كنا وصلنا. كانت ساكنة في عمارة، تقريبا العمارة دي في المكان هي لوحدها، ما كانش حواليها منازل كتير، الا كل فين وفين تلاقي عمارة. وتقريبا هي الوحيدة، هي واهلها ساكنين في العمارة دي. انا ما شفتش اي حد في العمارة، او يمكن كانوا ساكنين بس انا ما شفتش. وطلعت معاها الشقة، هي كانت في الدور الثالث. طبعا ده كله انا خايفه ومرعوبه من امي، مرعوبه ان انا ما قلتلهاش ولا اتصلت بيها وعرفتها انا رايحه فين. هي عارفه ان انا في الدرس. وطلعت معاها الشقة، واللي فتح لنا الباب كانت مامتها. بصراحة أول ما شفت مامتها أنا كنت خايفة أوي من شكلها، بس قلت ده خلقة ربنا، حرام عليك. وسكت، ويعني ما بينتش أي حاجة، بس الشكل كان مرعب بصراحة. فهنا قلت طب تعالي ندخلي أوضتي تشوفي أوضتي عشان انتي أول مرة تيجي وكده. ومامتها بصراحة رحبت بيا جدا، وحضنتني وقعدت تبوسني وتقول لي بنتي بتحبك جدا، كل شويه بتتكلم عليكي. ياسمين راحت، ياسمين جت، ياسمين عملت، ياسمين خلت. انا كنت مبسوطه جدا ان هي مصاحبه عليكي، لان كانت دايما بتتكلم على اخلاقك وادبك واحترامك. انا كنت اقول لها شكرا يا طنط. قالت ادخلي بقى مع صاحبتك على بال ما اعمل لكم كوبايتين عصير كده عشان انتوا جايين من الجو حر وكده. قلت لها ماشي، بس انا مش بشرب عصير ولا بشرب حاجه. قالت لي لا، ده انت اول مره تيجي ولازم تشربي. وصاحبتي اخدتني ودخلنا الاوضه. طبعا اوضتها كانت مكركبه وكانت صعبه جدا، ونسيت اقول لكم الشقه كانت ريحتها مش حلوه خالص.
وانا عايزه امشي باي طريقه، عشان انا حسيت ان في حاجه مرعبه، حسيت ان في حاجه مش تمام. انا كنت خايفه جدا، اقول يا رب يا رب اطلع من البيت ده على خير، انا ايه اللي جابني هنا؟ ودخلت وهي لقيت صاحبتي خارجه تاني من الاوضه بتقول لي انا جايلك حالا. طبعا كنت خايفه أوي ومرعوبه، فقلت انا هطلع اعمل نفسي رايحه على الحمام واقول احنا اتاخرنا على الدرس وتعالي نمشي. وطلعت، وهنا للاسف او يمكن ربنا هو اللي خلاني طلعت من الاوضه علشان اسمع المصيبه، اسمع الكارثه اللي كانت هتحصل لي. سمعت صاحبتي هي ومامتها بيتكلموا، بتقول لها جدعه، جدعه اللي انت عرفت تجيبها هنا، جدعه ده احنا هنجيب فلوس كتير قوي من وراها. ما اعرفش يعني ايه فلوس كتير قوي من وراها. قالت خليها تشرب العصير ده وبعد كده هنشوف هنتصرف هنعمل ايه. طبعا انا سمحت كده، رجعت جري تاني للاوضه اللي كنت فيها، وخايفه ومرعوبه. اعمل ايه ده؟ هما ممكن يعملوا فيا ايه؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ طبعا قعدت مرعوبه وخايفه. لقيت صديقتي داخله وتقول لي ماما عاملك احلى كوبايه عصير، يلا اشربيها عشان نمشي على طول نروح الدرس. طبعا انا هنا عارفه ان العصير ده اكيد في حاجه، او بالفعل في حاجه، لو شربته هيحصل لي حاجه. قلت لها ماشي بس انا عايزه ادخل الحمام الاول. قالت خلاص تعالي، خدتني ودخلت الحمام. طبعا الحمام كان صعب جدا، وانا بدور على حاجه ان اهرب، ان اطلع اجري افتح الشقه واجري، بس طبعا مامتي كانت قاعده في الصاله. وهنا رجعت تاني الأوضة عند صديقتي وقعدت معاها وقالت يلا اشربي العصير، انا هطلع بره بس اجيب حاجه واجي. انا ما صدقت قالت هطلع اجيب حاجه. اخدت العصير وكبيته من الشباك. لقيت شباك، بس طبعا الشباك ده في الدور التالت هنط منه ازاي؟ طب انا لو نطيت منه ممكن اموت، ولو طلعت بره انا كده كده ميته، او كده كده هيحصل لي حاجه. انا مش هطلع منها هنا على خير. طب لو صوتت مفيش اي حد جنبي يسمعني. انا بقول لكم العماره تقريبا هي الوحيده في المكان ده. وببص من الشباك لقيت شباب نازله من العربيه. قلت بس هي الشباب دي داخلين هنا، يبقى في مصيبه هتحصل لي، في كارثه هتحصل لي. لا انا هرمي نفسي اموت احسن ما يحصل لي حاجه. طبعا هنا انا قررت في الوقت ده ان ارمي نفسي من الشباك، بس ما لحقتش. لقيت صديقتي داخله بتقول لي شربت العصير؟ قلت لها ايوه يسلم ايديه. طبعا هنا عملت نفسي ان انا دايخه، قلت لها انا دايخه جدا. قالت خلاص اقعدي ارتاحي. وهنا عملت نفسي ان انا نايمه عشان اشوف هيجرى ايه ولا هيحصل لي ايه. نسيت اقول لكم انا كان معايا تليفون بس هناك ما كانش فيه اي شبكه. دورت على شبكه عشان اكلم امي تنجدني او اي حد ينجدني، ما لقيتش اي شبكه. وهنا عملت نفسي نايمه وبدات اسمعهم ان هما بيتفقوا عليا. طبعا كان سايبه الباب مفتوح، ما هي متاكده ان انا نمت. وطبعا هنا انا ما كنتش نايمه، انا كنت بسمع ايه اللي هيحصل لي. لقيتهم بيتفقوا ان هما في اغتصاب، في اعتداء، وبعد كده قتل، وبعد كده تقطيع. وكل ده بيتصور عشان يتبعت لناس، والناس ده تبعت لهم فلوس كتير قوي. وطبعا طالبين بنت معينة بسن معين بجسم معين بشكل معين. وطبعا كل المواصفات مطبقة على ياسمين ام 17 سنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا هنا اول ما سمعت الكلام ده كله نطيت من الشباك من غير تفكير. انا كده ميتة كده ميتة، بس اموت بشرفي، اموت قدام الناس كلها والناس تشوفني، والناس بدأت تتلم عليا وانا غرقانة في دمي. كل ده بس وانا بصلهم وبعيط ومش بتكلم، وكلهم يسألوني انت مين وايه اللي جابك هنا ورميتي نفسك ازاي. وطبعا هنا بدأوا يتصلوا بالاسعاف والمركز، وانا بس ابصلهم واعيط، مش عارفة اتكلم، مش عارفة اتحرك. انا كنت غرقانة في دمي. والاسعاف جات وخدوني على المستشفى. طبعا اول ما عرفت جات انا كانت حالتي خطرة جدا، بس كنت بحمد ربنا ان ربنا نجدني من الناس دي. انا حالتي خطر، وللاسف ما عدتش همشي تاني، وتقريبا جالي شلل، مش هتحرك. بس ده كله غلطتي، كل ده لأن انا ما سمعتش كلام امي، بس برضو الحمد لله. وبدأ الضابط يسألني ايه اللي وداكي هناك وايه اللي حصل لي. انا حكيت له على كل حاجة. طبعا كانوا
هربوا من البيت اللي كانوا فيه. بس هنا المركز جابه، الضابط جاب صاحبته ومامتها. وهنا صاحبتي بدأت تحكي له، تقول له ده مش امي، ده مرات ابويا. مرات ابويا هي اللي قالت هاتيها. انا كنت بحكي لها دايما عليها وكنت بحبها جدا، بحب ياسمين جدا. بس مرات ابويا قالت هاتيها، لو ما جبتاش هقتلك مكانها وهصورك وابعتك للناس مكانها. طبعا انا خفت من كلامها. انا كنت بحب ياسمين جدا والله، كنت جايباها غصب عني. ولما ياسمين وافقتني كنت اقول يا رب ما توافقني، يا رب ما توافقني. بس للاسف ياسمين وافقتني، وكنت بتحايل عليها من زمان قوي ان هي تيجي شقتنا. ما كانت مرات ابويا اللي كانت بتقول لي حاولي تجيبيها، وكانتش بتوافق. كنت بفرح قوي وبتبسط لحد ما في يوم قلت لها وافقت وجت معايا. وده كل اللي حصل. طبعا ده مش اول مرة يحصل كده. كانت مرات ابويا بتجيب بنات وتجيب شباب وتقتلهم وتصورهم، بس بعيد عني. ما انا كنتش اعرف اجيب لها حد. وكانت دايما تهددني، لو اتكلمت ولا فتحت بقك هعمل معاك زيهم. طبعا كنت بخاف منها وبسكت. انا بابا متوفي وقاعدة مع مرات ابويا في الشقة، وكنت بسكت وبسمع الكلام عشان انا كنت خايفة منها. ايه رأيكم في قصة النهاردة؟ قصة النهاردة من اصعب القصص اللي بحكيها. البنت للأسف بقت عاجزة. خلي بالكم من نفسكم، كل بنت تخلي بالها من نفسها. اسمعي كلام والدتك، اسمعي كلام والدك، هما اللي عارفين الصح من الغلط. البنت عشان كانت خايفة من مامتها وما سمعتش كلامها للأسف البنت حصل لها كده. ما تثقيش في اي حد مهما كان قدامك طيب وبحبك. احنا في زمن غدار. البنت كانت بتحبها وكانت صديقتها واختها وكل حاجة، بس طلعت غدارة للأسف. انت مش عارفة ايه جواهم ايه، انت شايفة بس البني ادم من بره، لكن تعرفي بيخطط ايه ليكي. حسبنا الله ونعم الوكيل. البنت خلاص مستقبلها راح وحياتها انتهت للأسف. خلي بالكم من نفسكم، وعلى قد ما تقدروا شيروا الفيديو، لعل وعسى تكون سبب نجاة بنت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله استنوا في قصة جديدة وحكاية جديدة، ومتنسونيش باللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.